في البرنوسي في كازا مشهد غريب بدا كيتكرر كل ليله. اعمده الضوء ولات محاصره بالاف الحشرات، النوافذ والديور ما بقاوش سالمين من هذا الانتشار المفاجئ. السكان بداو كيتسائلوا شنو هاد الحشرات وعلاش ظهرت بهذه الكثافه دفعه وحده. لكن الصدمه الحقيقيه هي ان البرنوسي ماشي اول منطقه عاشت هذا المشهد. معكم مصطفى من قناه اخبار يوميه، تابعوا معنا التفاصيل. قبل ما توصل هاد الظاهره لكازا، مدن بحال بني ملال، قصبة تادلة، سوق السبت ومناطق اخرى سبق لها عاشت نفس الاجواء. في عده فيديوهات وصور تداولوها المواطنين بان انتشار كثيف ديال الحشرات صغيره كطير باعداد كبيره خصوصا في الليل وكتجمع بشكل لافت حول الاضواء. بعض السكان وصفوا الوضع بالغزو، خصوصا مع دخول الحشرات المنازل وصعوبة الجلوس في الخارج بسبب الأعداد الكبيرة ديالها. ومع انتشار هذه المقاطع بدا النقاش كيكبر وسط المواطنين حول السبب الحقيقي وراء هذه الظاهرة. كاين اللي رجع الأمر لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، وكاين اللي قال أن المياه الراكدة والتلوث وقلة النظافة ممكن يكونوا من الأسباب الرئيسية اللي ساهمت في تكاثر هذه الحشرات بهذا الشكل. وفي نفس الوقت عدد من الناس لاحظوا أن الحشرات ماشي كاملة من نفس النوع، حيث كاين اختلاف بسيط في الحجم والشكل من المنطقة الأخرى، لكن الحاجة المشتركة بينهم كاملين هي الانتشار الكبير في الليل والتجمع القوي حول الأضواء. هذا الشيء خلى بزاف ديال المواطنين يطرحوا أسئلة مهمة. واش هذه غير ظاهرة موسمية عادية كتوقع كل صيف، ولا كاين مشكل بيئي كبير بدا كيبان تدريجيا في عدد من المدن المغربية، خصوصا أن هذه الظاهرة ما بقاتش مرتبطة بمدينة وحدة بل ولات كتظهر في عدة مناطق خلال فترة قصيرة، وهو الشيء اللي زاد من خوف الناس وتساؤلاتهم. في البرنوسي مثلا عدد كبير من السكان عبروا على الانزعاج ديالهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا مع استمرار انتشار الحشرات لعدة أيام متتالية. ومع كل ليلة كيبقى نفس السؤال كيتكرر، شنو اللي واقع بالضبط؟ في انتظار تفسيرات أكثر، المواطنين بقاو مضطرين يتعايشوا يوميا مع هذا الإزعاج، خصوصا في الليل ومع ارتفاع أعداد الحشرات بشكل كبير حول الأضواء والأحياء السكنية. أما السؤال اللي بقى مطروح بقوة، واش هاد الظاهرة غادي تختفي مع الأيام الجاية، ولا المدن المغربية غادي تولي كل صيف كتعيش نفس المشهد من جديد؟ خليو آراءكم في التعاليق، النقاش راه مفتوح للجميع، وما تنساوش تتابعونا في القناة باش توصلوا ديما بالجديد. تبارك الله عليكم.